اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الورد ويا صباح الياسمين. ازيكم يا احلى واجمل متابعين؟ يا رب تكونوا بصحه وخير وعافيه. كل سنه وانتم طيبين. خلاص الشهر الكريم على الابواب. يا رب يجي علينا وعليكم بالخير ويجعله باب فرج لينا كلنا باذن الله. نصيحه كده لوجه الله، ما تستنوش مقابل اي حاجه بتعملوها من العبد. استنى المقابل من ربنا، اعملها لوجه الله تعالى. ما تستناش اي حاجه من العبد، لان ما فيش عبد هيديك مقابل. كل الناس عايزه تاخد منك مش عايزه تديك. البني ادم بطبعه طماع، فما تستناش اي حاجه من العبد. ارمي حمولك كلها على ربنا وقول يا رب انت حسبي ووكيلي يا رب. بس واعرف دايما كده، اللي ظلمك هيتظلم والادوار هتتبدل. الادوار هتتبدل والحال هيتبدل. حالك اللي انت فيه دلوقتي حاسه ان هو ضيقه ليك، واللي ظلمك اللي سبب الضيقه اللي انت فيها هيتبدل ادوار، وانت هتبقى مبسوط وهو هيبقى مظلوم وهيبقى في ضيقه. بس ارمي حمولك على ربنا، فما تقولوش غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، وارمي حمولك على ربنا. بس خلينا بقى يلا ندخل على الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا سهل وسريع وجميل. انا بحب الفيديوهات اللي من النوع ده، بحب الشوي. طبعا باين من شكل الفرخه بتاعتنا ان احنا عمالين نكسر فيها يمين وشمال دي، ان احنا هنشوي فراخ النهارده ان شاء الله. انا هنا جبت الفرخه قسمتها من النص زي ما انتم شايفين كده، وعماله بقى اديها بالسكينه نغزات كده، ومن المفاصل بحاول ان انا اخلع المفاصل من بعضها علشان ما يبقاش فيها دم. وبايد الهون كده بحاول ان انا اكسر اي عظم فيها علشان ما يبقاش فيها دم لما تيجي تستوي. شايفين كده يعتبر اتكسرت معايا. نيجي بقى للتتبيله بتاعتنا. معايا هنا عودين من الروزماري وورقتين من الزعتر وقرن فلفل سبايسي وقرن فلفل بارد وليمونه كامله وطماطمايه. ده للفرخه الواحده. شويه صويا صوص وشويه من الهوت صوص اللي هو الصوص الحار ده، مش موجود عندك ولا حاجه تضايقك ولا حاجه تعصبك. ومعلقه كده من دبس الرمان، كان جامد عندي ومسك علشان كان في التلاجة. واحط هنا زبادية واحده، برضو المقادير اللي انا بقولها دي للفرخه الواحده. وشويه خل كمان. وهضربها بقى كويس جدا في الخلاط وانزل عليها كده. انا عايزه اقول لكم ان هنا نسيت احط التوابل، معلش يا جماعه. فانا بقى هروح احطها على الفرخه عادي جدا، لا حاجه تضايقك ولا حاجه تعصبك. هنا كنت بصور بالموبايل التاني فيديو للتيك توك، بس هتلاقوني دلوقتي نسيت. فهجيب بقى الكيس اللي انا عاملاه، كيس توابل كده حاطه فيها ميكس من كل التوابل اللي عندي، كاري وكركم وفلفل اسود وكزبره وبهارات فراخ وسبع توابل. عاملاه كده ميكس مع بعضه علشان لما اكون عايزه اخد حاجه ما افتحش كل البطرمانات، اروح واخده معلقتين منه كده. وطبعا ظبطي الملح بتاعك، ايوه، وتسيبها بقى تنقعها كده من بالليل لحد الصبح. جبت هنا بقى الشاليه بتاعتي او المنقد، حطيت فيها الفحم. انا كيلو من الفحم سوالي الفرخه. كيلو الفحم جايباه 15 جنيه. عشان تروحي تسويها دلوقتي عند الراجل بتاع الشوي هيقولك اقل حاجه 40 جنيه، الفرخه 35 جنيه. طب وليه؟ طب ما احنا نجيب كيلو الفحم ونشويها في البيت، وكده كده الشوي لا متعب ولا صعب. جبت هنا حتتين الفحم اللي كنت حطاهم على البوتاجاز علشان الولعه تمسك فيهم كده، علشان بقيه الفحم يولع. ايوه بالظبط كده. طبعا انا حاطه هنا اللي شاليه في البلكونه، والجو حلو وجميل الحمد لله. الجو بدأ الهواء يبقى حلو كده، ما يبقاش فيه سقعه وكده. ف ولعوا يا جماعه انتوا وشوا في البيت متعه والله. هنا بحاول اظبط الولعه بتاعتي، وهنا كانت الولعه خلاص كلها دقت مع بعضها. طبعا بتقعدي تهفي كده. بس انا هنا الفرخه طبعا انا لفيتها معاكم قبل كده كذا مره في فيديوهات كتير. لازم الفها كده في سلوفانه على ما بتبدا تخش في السوا، على ما تستوي. وبعد كده بروح بقلبها نص ساعه عن الجنب ده ونص ساعه على الجنب ده، وبعد كده بشيل السلوفانه عشان تبدا تاخد اللون معايا. ليه بحط السلوفانه؟ علشان ما تتحرقش معايا بدري وتاخد لون بدري وما تبقاش مستويه من جوه يبقى فيها دم. الفكره دي جميله جدا جدا، كانت اختي اللي قالت لي عليها، ربنا يديها الصحه يا رب. بنغزغزها كده بخلة سنان علشان ندي للفراخ ان هي تتنفس، يدخلها هوا كده. وطبعا بنهوي علشان الفحم كان كل شوية ينام مننا. صلوا بينا على حبيبي المصطفى يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي بقى هنعمل شوية طحينة مع بعض، انما سكر. انا هنا حطيت هنا شوية من الطحينة دي، كانت اخر شويه طحينه جاهزه عندي قبل الطحينه ما تغلى. هعمل لكم هنا فيديو معاكم فيديو الطحينه سهله جدا ومش هتكلفكم اي حاجه في البيت، وهتضاعفوا وممكن تفتحي مشروع منها كمان. حطيت هنا علبه زبادي
وحطيت كمان شويه بهارات، البهارات اللي انت تحبي تطعميها بيها حطيها. انا حطيت فلفل اسود وكزبره وسبع بهارات وكمان عصره من الليمون وشويه من الخل. اديها بقى ميكس كده وزودت شويه خل كمان، وبعد كده هجيب شويه ميه سخنه بس كده وكانت جاهزه معايا. هنا هعمل شويه صينيه بسبوسه من اللي هي الجاهزه دي. فانا بقول لكم كل حاجه مكتوب على ظهرها من ورا. للكيس الواحد الشربات بتاعته بتبقى كوبايه ونص من السكر اللي هو المج العادي بتاع الشاي ده. فانا هنا عشان عامله كيسين عشان اعمل الصينيه اللي هي مقاس 30 تقريبا، حطيت 3 كوبايات من السكر و3 كوبايات من الميه. الكيس الواحد بياخد كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من الميه، نفس مقدار السكر نفس مقدار الميه. وبعد كده هديها عصرة من الليمون وارفعها على النار يا دوبك تغلي 5 دقايق واطفي عليها يا دوبك تبرد شويه واروح حاطه لها كيسين الفانيليا. هنبدا دلوقتي نحط هنا السمنه بتاعتنا او الزبده. هنزل هنا ب3 معالق سمنه للكيس الواحد، انا هنا عشان عامله كيسين فحطيت 6 معالق. وعلبه زبادي للكيس الواحد، انا حطيت علبه كوبايتين زبادي يعني. وبعد كده هنزل بكوبايه من السكر للكيس الواحد، نص كوبايه سكر. وكمان هنزل بكوبايه من الميه، الكيس الواحد له نص كوبايه ميه والكيس الواحد له نص معلقه بيكنج باودر، انا حطيت معلقه صغيره. بعد كده هنزل بالمكونات بتاعه الكيس. ما تقلبيش كتير في الدقيق بتاع السمولينا اللي هو البسبوسه يعني، يا دوبك بس تلميها والمكونات تدمزج مع بعضها كده. ايوه زي ما انتم شايفين كده. طبعا في الوقت اللي انا كنت بجهز فيه البسبوسه كنت مولعه الفرن. اول ما ببدا شغل في الشربات وفي الحاجات كلها بولع الفرن علشان لازم الفرن يكون مسبق التسخين يعني. والشربات اعمليها قبلها بشويه علشان الشربات بتاعه البسبوسه لازم تكون بارده. بعد كده هنزل بقى بكل المكونات دي في صينيه مدهونه بسمنه، لازم تكون مدهونه بسمنه. نزلي كل حاجه في الطبق، ما تسيبيش حاجه بعد الغلا اللي احنا فيه ده، اوعي تسيبي تنتوفه. هوزعها كده بالسباتولا. وبعد كده همسك الصينيه ارزعها رزعتين كده على الرخامه علشان تبقى مستوي. انا كنت شفت واحده على التيك توك قطعتها قبل ما تدخلها الفرن، بس انا بقدره قادر بعد ما دخلتها الفرن وطلعتها كل الخطوط اللي انا عملتها دي ساحت. فانا ممكن عشان انا اكون ما عملتهاش بنفس الطريقه بتاعتها. شفت بقيه الفيديو بتاع الطحينه، الفيديوهات دخلت في بعضها. مش مشكله يا جماعه استحملوني، ده الفيديو بتاع الطحينه النص بتاعه التاني يعني. هنا انا كنت دخلت البسبوسه الفرن، وهنا كنت خلاص شلت السلوفانه بتاعه الفراخ. هنا بقى شوف بدات الدخانه تطلع وبدات تاخد لونه من فوق ومن تحت كده. الريحه دي يا جماعه بتغسلني من جوه. بس هنا جبت الطبله وبطبل لكم اهو. صح النوم يا جماعه. هنا كنت عملت الطحينه وشويه سلطه خضراء طماطم وفلفل وبصل والعيش البلدي طبعا. وهنا ها خلاص جماعة والله الكاميرا ظالمة لونها جميلة جدا جدا وخطيرة. اتمنى ان انتوا تجربوها. شايفين اللحمة دايبة دوب. انا كنت هنا جعانة، كنت انا وبنت اختي كنا خلاص هنموت من الجوع. خلاص يعني كنا بعد العشاء تقريبا، كنا واقفين بناكل الطحينة بالعيش. نعمل بقى شوية تنظيفات على السريع كده. والبسبوسة طبعا كنت لسه طالعة من الفرن حالا. نسقيها بقى بالشربات اللي برد. طبعا الشربات ده بتاع المقدار كله، فانا هحطه كله لان هي لسه هتشربه كمان. وبس كده. طبعا عامله شويه رز اصفر بالزبيب ملوش حل يا جماعه. انا دايما اقول لكم ان الرز بتاعي ملوش حل، ده مش غرور، دي ثقه في النفس يا جماعه. ثقه في الله نجاح يعني. اتمنى الفيديو يعجبكم وتحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه. بحبكم في الله اجمل واحلى متابعين في الدنيا.